اجتهد فقط. مو لازم يكون بعد هالاجتهاد نجاح قوي، مو لازم الناس يدرون عنه وتسمع تصفيق من حولك. كونك سويت اللي عليك هذا بحد ذاته نجاح لنفسك. كونك حاولت هذا الحالة نجاح. كونك سهرت الليل وقاومت النوم والتعب وبديت العمل والعلم هذا برضو نجاح. أحيانا النتائج مو أهم من كمية العمل والتعب، لأن التعب والاجتهاد راح يخلق منك شخص يملك خبرة في هذا العالم، والخبرة راح تخليك تقدر تعيش. لا تصنع النجاح أولا، بالأول أصنع نفسك بالشكل اللي يناسب النجاح، واجتهد فقط. في مقولة تقول: إذا أردت أن تضع هدف ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. شوف الهمة. وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين: ستفتح لكم إيش؟ فارس والروم، أقوى دولتين عظيمتين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة ان انا خلصت تسليم مشاريع الحمد لله اخيرا، والحمد لله كلها عدت على خير جدا 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 وبتقدير كويس. اخدت كفايتي من النوم ومن الاكل واخدت بريك لنفسي، وجاي اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وهو ليه عمارة صعبة. اول حاجة ان احنا دايما بنتعرض للنقد، مهما كان الشغل اللي انت عامله، مهما كان المجهود اللي انت حطيته، الطاقة اللي بذلتها، الوقت اللي قضيته في المشروع اللي انت شغال فيه، دايما هيبقى فيه نقد وكلام سلبي، وانه لا ده مش شغل معماري، احنا كنا في سنك بنعمل كذا، ده في كلية كذا بيطلعوا شغل احسن، انتوا كده مش حاجة. دايما هتسمع الكلام ده. تاني حاجة وهو ان احنا ما بننامش. يعني I think انه من اول ما الترم بدأ وانا كل يوم بنام 4 ساعات بس، واحيانا بجد في ايام هتعدي عليكم وانتوا ما بتناموش نهائي، وده قمة التعب والارهاق، بس ده هيكون موجود في عمارة برضه. تالت حاجة ان احنا دايما بنفكر، دايما بنتخيل. يعني لما بيكون في مشروع ديزاين احنا طول الوقت ماشيين نفكر انه اهي مثلا سي مثلا عندنا مشروع مدرسة، طيب هنحل البلان ازاي، هنعمل اصلا البلان ازاي، قطعة الارض هتكون ازاي. احيانا كنت بنام احلم بالمشاريع. يعني لسه من اقل من اسبوع انا بجد كنت نايمه ساعتين بس، الساعتين دول انا نايمه بحلم بالمشروع. والنقطه الاهم والاهم والاهم ان مصاريفها كتير جدا، مصاريفها كتير جدا جدا جدا. ادوات، طباعه، كتير بجد، مصاريفها كتير جدا، فلازم تكونوا عارفين ده قبل ما تدخلوها. البوينت كمان اللي هتمروا بيها في عمارة ومش هتكون لذيذة، يعني انتوا هتقعدوا وقت كبير متواصل شغالين. يعني احنا كنا بنخلص في الكلية محاضرات وسكاشن وكده، وكنا بناخد اذن ان احنا نقعد نشتغل وقت اكتر. كنا احيانا بنخلص وننزل ورك سبيس نقعد نشتغل ساعات كتير. كنت اوقات برجع البيت متأخر قوي، يعني ايام كتير رجعت البيت متأخر قوي بجد. وكنا ساعات مكنش لاحقين نخلص، فكنا بنبات عند بعض، حصلت كذا مرة يعني. وبسبب ده، بسبب ان احنا بنقعد وقت كبير شغالين وايام، كنت بضيع تجمعات كتير لاهلي، وكنت بضيع خروجات لاصحابي، في لحظات كتير حلوة كانت بتضيع مني بسبب ان انا قاعدة شغالة على المشروع. المشكلة اللي اغلبنا بنعاني منها او كلنا يعتبر، انه احنا دايما في عمارة بنكون عايزين نتعلم اكتر، نعرف اكتر، نتوسع في حاجات كتير، وللأسف مفيش كلية بتساعد على الموضوع ده. اغلب الدكاترة في في جميع الكليات عايزينك تعتمد على نفسك، ماشيين بسيستم انه لا انت عايز معلومة لازم انت اللي تفضل تسيرش لحد ما توصلها. احنا مش هنسهل عليك حاجة، مش هنقولك. ان الموضوع ده شوية كويس بس بيبقى مرهق قوي، بس يعني ان هو يوسفل شوية لقدام يعني. بس هو صعب في ايه؟ انه احنا يعني مثلا كنا بندور على حاجات ممكن نوصل البيزكس، بالبيزكس دي انت عايزينك برضو ان انت تفضل تسيرش لحد ما توصل بقى للمعلومة اللي قد كده اللي انت عايز تعرفها. فالموضوع بيبقى مرهق، بس ان هو مفيد جدا يعني ان شاء الله على المدى البعيد. كمان بنكون عايزين نتعلم برامج كتير، البرامج كتير قوي فعلا واستخداماتها كتير،
ودايما بنكون عايزين نشتغل فيها بشكل بروفيشنال، ان احنا نطلع شغل مظبوط، شغل واقعي، وده دايما بيكون محتاج ممارسة دايما ان انت تشتغل برامج على طول. الموضوع لسه صعب علينا عشان احنا في الاول ولسه بنتعلم برامج وعايزين نتعلم بسرعة. يعني احنا بنزعل ان احنا مثلا مطلعين شغل حاسينه عادي، بس مع الممارسة ان شاء الله يظبط. I think ان انتوا وصل لكم قد ايه عمارة ممكن تكون صعبة، وان هي من اصعب التخصصات في العالم اصلا. انا بتعب من التفكير، بتعب من قلة النوم، بتعب من الفيدز الوحشة، بتعب من انه احيانا بقعد وقت طويل اشتغل في تفاصيل ما بتتشافش وحاجات ما بتتقدرش. بس هل انا ندمانة ان انا دخلت عمارة؟ او هل انا لو رجع بيا الزمن هدخل حاجة غير عمارة؟ لا، الصراحة انه لا. عمارة صعبة وانا بعترف بده ومرهقة، بس انا فعلا لو رجع بيا الزمن هدخل برضه عمارة. الشغل احيانا بجد بيكون ممتع جدا، ببقى مستمتعة وانا قاعدة شغالة، وفكرة ان انا مثلا اطلع مجهود كبير في مشروع في الاخر اخد مثلا تقدير حلو او درجات كويسة، فانت بتبقى شايف ان انت شايف مجهودك قدامك، فبتبقى فرحته مختلفة. بلس انه يعني دايما بتحس ان بتوع عمارة يعني عيلة مع بعض كده، دايما بنكون قريبين. بحس ان كلنا يعني مع بعض قوي، اللي هو لما كمان بندخل في تيم مع بعض المشروع بيبقى لذيذ احيانا. بس بجد عمارة لذيذة وشغلها هيكون حلو قوي. يعني انا اصلا قبل ما ادخل القسم الصراحة بصيت للمدى بعيد شوية، انه شغل فنانين كده. يعني انتوا مستمتعين مثلا في الانتيريور ديزاين. صراحة بحس عمارة قسم لذيذ، وانا اصلا لما جيت اختار قسم عمارة في الاول، لما بابا اتكلم معايا او كذا حد اتكلم معايا، كنا برضو بنتكلم على المدى البعيد، انه قد ايه اصلا بتوع عمارة بيكونوا مطلوبين في السوق. شغلهم بيبقى مربح، بس دي ما كانتش النقطة المهمة بالنسبة لي. انا كنت بحب الرسم وبحب التلوين والحاجات دي، كنت عايزة ادخل فنون جميلة، بس القدر وداني هندسة عمارة. شغلها هيكون ممتع جدا في المستقبل ان شاء الله. ممكن اكون مش احسن حاجة دلوقتي، بس انا واثقة ومتأكدة ان انا قدام بجد هبقى حاجة كويسة في الشغل يعني ان شاء الله. هنكون لسه مع بعض ان شاء الله يعني. فانا لما حد بيكلمني يقول لي عايزه ادخل عماره بس خايف، بس مش عارف ايه، بس هي صعبه، بس الصراحه عمري ما كنت من النوع اللي بتكلم واقول دي صعبه ومشاريعها والكلام والوي وي 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 واقول لهم لا اوعوا تعملوا كده، اوعوا تدخلوا عماره، ده انا ندمانه. بجد انا اللي بيكلمني بحببه في القسم. يعني في واحده كلمتني انا قلت لها كل المميزات وقلت لها العيوب، بس كانت المميزات كويسه، وهي حاليا معايا في عمارة ما شاء الله شطورة. كذا حد الصراحة كلمني في الموضوع ده. ما كرهتش اي حد في القسم ولا هكره اي حد في القسم، واي حد هيكلمني عنده بنسبة 60% او اقل او اقل او اقل ان هو بيفكر يدخل القسم ده، يعني هحببه فيه ان شاء الله. انا بحبه مهما كنت لسه مش احسن حاجة فيه، مهما كنت بتعب، بس انا مبسوطة فيه ومبسوطة ان انا في القسم ده، ومبسوطة بصحابي اللي اتعرفت عليهم في القسم ده والتيمز اللي دخلتهم والمشاريع اللي اشتغلت فيها. كل ده بجد انا مبسوطة بيه وممتنة بيه لحد دلوقتي. وان شاء الله اتكلم معاكم اكتر عن القسم وعن السيستم والنظام فيه، اتكلم معاكم على حاجات باستفاضة اكتر ان شاء الله. فاستنوني في الفيديو الجاي.